اليوم جايب لكم دولة خرافية يسموها جزيرة النساء. هاي الدولة غريبة وفريدة من نوعها. تمشي بالشارع ما تشوف غير النساء، والرجل العربي يعتبر مميز عندهم. الزواج هناك سهل وبسيط بدون مهر نهائي. كل اللي تحتاجه خاتم وجواز سفر، وتتزوج بالمحاكم أو الكنيسة. وأغلب البنات هناك عندهم سكن ومؤثث وجاهز. وحتى بعد الزواج أنت ما تصرف على عروستك، هي تصرف على نفسها وأنت تصرف على نفسك. يعني لا مطاعم ولا مصاريف زيادة، كل واحد يدفع حسابه. وأسعار المطاعم هناك تبدي من 2 إلى 10 يورو حسب المطعم ومكانه. أغلبهم يحجون إنجليزي ويحبون الشباب العربي كلش. عدد سكانهم حوالي 600 ألف، أغلبهم نساء. أما السياحة، هاي الدولة يسموها لؤلؤة البلقان. جبال، بحر، طبيعة، كل شيء طبيعي وجميل. وبالنسبة للفيزا، العراقيين يقدرون يحصلون الفيزا من سفارة صربيا ببغداد. واني انصح شركات السفر والسياحة بالعراق يسوون جروبات لهاي الدولة، لأنها ما تنمل أبد. الدولة هي مونتينيغرو، الجبل الأسود. هذا المكان يجمع الجمال والحرية والنساء الجميلات. كنت وياكم، أنا خالد شهيد.